مساء الفل، ازي حضراتكم؟ ايه الاخبار؟ بتسمع كتير جدا عن حاجه اسمها العائد من الاستثمار. ايه العائد من الاستثمار دي او الار او اي؟ ايه بقى قصتها دي؟ ده موضوع كبير جدا جدا. لما تيجي تشتري واحده تجاريه او واحده طبيه او واحده اداريه، اول حاجه بتسمعها السيلز وانت قاعد معاه على الترابيزه بيقول لك كلمه، بيقول لك الار او اي بتاعك كذا. طيب يعني ايه ار او اي؟ العائد من الاستثمار. انت النهارده لما تيجي تاخد واحده تجاريه او اداريه او طبيه بهدف الايجار او الانفست، لازم تحسب بالظبط انت دافع كام وايه اللي هيترد لك، ولغايه وقت استلامك هتبقى دافع كام، وبعد كده هيترد ايه، عشان تقدر تحسب بالظبط معادله استثمار مظبوطه. قبل اي حاجه، قبل ما نخش في الار او اي، قول لي ازاي اشتري وحده تجاريه، لان ليها كم عنصر مهمين جدا جدا. انا قلت في الحلقات اللي فاتت على موضوع خفايا الشراء للوحدات التجاريه. النهارده هقول لك ازاي تشتري وحده تجاريه. ازاي؟ اولا بالبلدي كده هكلمها لكم، بحاول ابسط لكم الموضوع. وانت رايح تشتري في مول، انا ببص على الكثافه اللي حواليا، ببص المول اللي حواليا ده حواليه كام مول، المنطقه فيها ندره ولا ما فيهاش. طب المنطقه النهارده ايه المجالات اللي شغاله فيها؟ يعني ما ينفعش اروح اشتري محل تجاري في وسط منطقه مليانه مستشفيات مثلا او مليانه مولات طبيه. خلي بالكم من النقط دي. ما ينفعش اروح اشتري محل في مول كله طبي ما عدا المحلات اللي تحت، لان اكيد المحلات اللي تحت هتتقلب لصيدليه لمركز اشعه، حاجات خاصه بالمول الطبي عشان يخدم عليه. لما اجي اشتري محل تجاري، خلي بالكم من النقطه دي كويس جدا. هل المول ده ميكس ديوز، ولا المول ده اداري فقط، ولا المول ده كله محلات؟ يعني في مولات كلها محلات. لازم ابص على المول، لان ممكن يكون المول كله تجاري ما فيهاش لا اداري ولا طبي. فخلي بالكم من النقطه دي كويس جدا. بالنسبه للمحلات، اختيارنا ازاي ليه؟ لازم وانا رايح ابص حواليا الاول، لازم الف لفه كده في المنطقه، اشوف المولات اللي حواليا دي شغاله ايه. لو ميكس ديوز زي يبقى همشي معاهم. لو حواليا مثلا 3 4 مستشفيات صيدليات كده والمول ده طبي، هيشتغل كويس جدا، لان جنبك حوالي جنبك مستشفيات، جنبك صيدليات، فالمنطقه كلها معروفه اللي هي منطقه اغلبيه شغلها بيبقى طبي. لو لقيت المول كله اداري وجنبه خمس ست بنوك مثلا، خمس ست بنوك او خمس ست مباني اداريه، يبقى المول ده اداريا حلو جدا. غالبا هيبقى فيه تجاري تحت، بس على حسب اللوكيشن بتاعه برضه هيلزمه اللي هو المحلات دي ما يكونش اللوكيشن مثلا في شارع جانبي، هيفتح محلات ببراندات قويه. لو على شارع رئيسي هيفرق. كل الكلام ده عوامل في اختيارك للمول. ركزوا في الجمل دي كويس جدا جدا جدا. لازم تبص المنطقه متعطشه لايه، المنطقه هل تستوعب، هل ده شارع رئيسي ولا لا. والاهم من ده كله واللي انا قلته قبل كده وهعيده لكم تاني، شركه التشغيل مين شركه التشغيل اللي هتشغل المول ده. لو شركه قويه، طمن وتاكد مليون في الميه ان هيبقى المول قوي جدا. وخلي بالك في شركات قويه جدا في الاداري تعرف تشغل المباني الاداريه كويس جدا. في شركات قويه جدا في القطاع الطبي فبتعرف تشغل الطبي كويس جدا. في شركات قويه جدا في انك تجيب لك براندات مثلا سلانترو، كوستا، البراندات المعروفه. الحاجات دي كلها في شركات معينه بتجيب الحاجات دي. هل المول هاب ولا مول عادي؟ لو هاب مول ده بيبقى حاجه كبيره جدا غير المولات العاديه. المول مساحته قد ايه؟ خلي بالكم برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا المساحه بتاعت المول ده مساحته صغيره ولا كبيره. هل المول يقدر، كل ما المول كبر طبعا كل ما بقى فيه فاسيلتيز كبيره جدا، كل ما المول صغير بيبقى برضو الدنيا مش افضل حاجه. يعني دايما انا بفضل المولات الكبيره، لان الناس بتبقى نازله المول عايزه تعمل شوبينج، عايزه تتمشى، تروح تتحرك شمال تتحرك يمين كده. ويعيني كمان لو في كيدز اريا او حاجه زي كده او حاجه خاصه سينما او الكلام ده كله، تقول لي ده بيعمل ترافيك عالي جدا على المول. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده، لان الموضوع ده في منتهى الاهميه. هرجع برضو هقول لكم الار او اي، بس خلينا في الاخر لان انا هشرح لكم الموضوع عامه، وفي الاخر هقول لك الار او اي بيتحسب ازاي. لازم قبل ما نحسب الار او اي لازم نخلي بالنا من كام نقطه برضو مهمين. مصاريف التشغيل. هنيجي النهارده شركه التشغيل النهارده اللي هتشغل لك المول، الشركه دي بيبقى ليها مصاريف عشان تشغل لك مثلا وحده اداريه او تجاريه او طبيه. بيبقى ليها مصاريف اداره بتبقى حوالي بتتراوح من 10% لحد 20% على حسب المول وعلى حسب شركه التشغيل. عشان تقدر تشتغل بتاخد نسبه من الايجار. فانت الايجار لو احنا افترضنا ان انت النهارده شاري محل بمليون جنيه والعائد من الايجار في السنه 100000، ال 100000 دول ما بيكونوش صافي، لان لسه في مصاريف تشغيل، مصاريف اداريه بتتشال، اللي هي المصاريف مثلا بتاعت شركه التشغيل نفسها بتاخدها. لو في فرق صيانه، لو في عندك ضرايب، فانت ما بتحسبش على الاجمالي، مش انت بتحسبش على الجروس، احسب على النت، احسب على العائد الصافي بتاعك، حسب كده. وخلي بالكم هوصل لكم كام نقطه برضه مهمين جدا. لازم تحسب انا النهارده اشتريت مثلا محل او مكتب او عياده، لازم نسال في المنطقه الاول بكام العياده دي بتتاجر، بكام المكتب ده بيتاجر بالمتر، بكام المحل ده بيتاجر. لازم اخد بالي النقط دي، لازم تخلي بالك كويس جدا وتحسب على اقل حاجه ممكنه عشان ما تتفاجئش بالك. لان انت في حاله انك المول ما اشتغلش كويس انت هتخسر خساره كبيره. عشان كده دايما بقول خلي بالكم كويس جدا، لان المول تشغيل. المول يا جماعه مش عماره سكنيه واجهتها حلوه او مثلا مدخل كويس او
والكلام ده كله، لا المول اصعب بكتير جدا. خلي بالكم برضو من ضمن الحاجات التفاصيل الصغيره اللي في المولات دي ليها تصنيفات، في تصنيف A وتصنيف B وتصنيف C، كل ده بتوقف على حسب الاسانسيرات، كام اسانسير المول ده، كام اسكليتور، كام جراج تحت الارض. المول يا جماعه دخلته عامله ازاي، ايه اللي شددني من بره عشان اخش المول ده، ايه الماركه اللي شداني من بره عشان اخش المول ده. المول ده هل فيه براندات قويه جدا موجوده زي اللي موجوده في مصر، ماكدونالدز بقى، كودور، الحاجات دي كلها، فانت بتخش عليها، ولا المول براندات وسط؟ كل ده هيفرق. الشركه المتعاقد معاها النهارده، شركه التشغيل نفسها هتتعاقد مع مين؟ كل ده هيفرق. قوه المطور وسابقه اعماله في القصه دي، عمل ايه قبل كده ونفذ ازاي وسلم ازاي وشغل ازاي. لان الخساره في المولات هتبقى خساره كبيره لو اخترت مول غلط او المول ما اشتغلش كويس، شكرا كده فلوسك كلها راحت في الارض. نقطه ثانيه، العقود التجاريه، هنتكلم بقى على حته الشق القانوني. هنبص على العقود التجاريه مختلفه تماما عن العقود السكنيه. في بعض العقود بتلزمك انك تاجر نشاط معين، فهو لازمك المحل ده هيفتح كذا، مش هينفع يفتح غير كده، ليه مواعيد قفل ومواعيد فتح ومواعيد تشغيل المول. خلي بالك من النقطه دي كويس جدا. هل هو تلزمك من اول يوم اللي انا اللي هاجر لك، ولا انت اللي هتشغل بعد كده لما تيجي تستلم؟ طب نسبه قد ايه؟ طب هل انا لو حبيت في يوم من الايام اشغل انا مش عايزك تشغل لي، هل متاح الكلام ده ولا مش متاح؟ سيبك من الكلام ده كله، هننتقل لنقطه ثانيه مهمه جدا، شروط التنازل النهارده عن الوحده. انا النهارده بستثمر، عايز اخد وحده عشان اتاجر فيها، عايز استثمر، عايز ابيع كمان سنتين. طب شروط التنازل بتاخد مني كام مصاريف تنازل او مصاريف اداريه كام؟ لازم احسب كل الحسابات دي عشان ابقى عارف انا هكسب ازاي. كل الكلام ده من ضمن برضه الحاجات المهمه. برضه اتاخرت عليا في التشغيل، ما انت في خساره وقع عليا، طب لو اتاخرت عليا في التشغيل هعمل ايه؟ كل الكلام ده لازم ناخد بالنا منه كويس جدا جدا جدا، لان الار حسبته صعبه. بس زي ما قلت لكم لازم تخلي بالكم تحسبها ورقه وقلم. انا هدفع كام لحد ما استلم؟ هكسب كام لما استلم؟ هل الايجار اللي هيجي هيغطي القسط؟ في اغلب الاحيان مش هيبقى مغطي، بس هيبقى مغطي جزء منه. وهل بعد ما اجر الوحده بتاعتي هتبقى زادت سعرها، يبقى انا كسبت مرتين، كسبت ايجار في نفس الوقت الوحده بتاعتي غليت ولا لا؟ المكان اللي حواليا ده هيغلي الدنيا. يعني خلي بالكم يا جماعه، لما يكون المكان في وسط اسكان شعبي غير لما يكون في وسط فيلل، غير لما يكون على شارع رئيسي، غير لما يكون على محور، كل الكلام ده بيفرق. وخلي بالك لما يكون مثلا في وسط فيلات او على محور رئيسي المكان بيبقى غالي جدا. لما بيكون المكان داخلي شويه وعلى مثلا اسكان شباب او الكلام ده كله او عماير مثلا، اللي طبعا سعره، ان كل مكان ليه سعر، ان مش هضطرني النهارده لما يكون في وش الفيلل اقل شقه فيها ب 8 9 مليون جنيه زي ما يكون في وشك عماير ب 4 مليون جنيه و5 مليون جنيه. الارض هنا سعرها ليها سعر وهنا ليها سعر، فبالتالي هنا الوحدات التجاريه والوحدات الطبيه والوحدات الاداريه برقم وهناك برقم تاني. كل الكلام ده بيفرق في اختيارك للوحده نفسها وشريط الشراء. ده اللي دايما بنبه عليه وبنوه عليه. فانت عشان تحسب الار لازم تحسب الحسابات اللي انا حكيت لك عليها دي كلها وتفهم ازاي الموضوع بيتحسب. زي ما قلت لك الار لازم قوه المطور، باختصارهم لك بقى في 4 5 نقط اللي بيتفرج يبقى فاهم. قوه المطور، الشق القانوني، تبص على العقد كويس جدا، مين شركه التشغيل، المكان فين، الندره في المكان، ولو مش في ندره، لو في مولات كتير، المولات اللي حواليك دي عامله ازاي، هل المول اللي زي اللي جنبك ده قوي ولا مش قوي، المول اللي جنبك ده هيبقى شغال طبي ولا شغال ميكس يوز يعني متعدد الانشطه، ولا هو المول اللي وراك ده اداري او بنك. كل ده هيفرق معاك جامد جدا في تحديدك واختيارك للوحده التجاريه اللي هتشتريها. وبكده انا اكون فهمتك اختصار صغير للموضوع كله عشان ما تشتريش غلط. وخلي بالك الموضوع ليه شق تجاري، ليه شق قانوني، ليه شق هندسي. خلي بالك من 4 5 حاجات من ضمنهم. اول حاجه انا بتكلم عليها عقدك، التحميل عامل ازاي، هتصفي كام الوحده، شركه التشغيل مين، قوه المطور، كل الكلام ده لازم يتحط في الحسبان. شكرا يا جماعه، وان شاء الله نتقابل في حلقات ثانيه ان شاء الله.